في حاجة جت في بالي، عايز لها تفسير. كل ما الواحد بيكبر في السن بتحصل معاه حاجة غريبة. بيكون مش قادر يجادل، مش قادر يقول لا انت كلامك غلط، او لا انا رأيي انا صح. مش زي ما كنت، يعني انا حاسس ان في تغيرات. مش عارف تغيرات ايه يسموها، ايه، تغيرات فسيولوجية ولا تغيرات نفسية ولا تغيرات عصبية ولا ايه بالظبط؟ يعني انا محتاج حد يطلع يفسر الموضوع ده. هل السن له اثر في الموضوع دوت؟ يعني انا خلاص بقيت عجوز. في حاجة برضو كمان غريبة، ما بقيتش احب اسمع مهرجانات، ما بقيتش احب اسمع مزيكا هيفي تقيلة. وبحب، يعني بقيت ميال اكتر للحاجات الرايقة والهادية والكلام والمعنى. ام كلثوم، مع ان يعني انا عمري ما شغلت اغنية لأم كلثوم، بس بقيت ايدي بتروح لها وبتشغلها غصب عني. ده ايه؟ هل البني ادم شخصيته بتتغير مع الزمن؟ شخصيته بتتغير مع الزمن. يعني ممكن النهارده نحبه بكره ما نحبوش. يعني هل انا لو بحب واحده النهارده وهموت عليها وعايز اتجوزها وعايز اعيش معاها، ممكن بعد سنين، 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، الموضوع يتغير؟ الموضوع مش عايزها، مش عاوز اتجوز، مش عاوزها. يعني الحاجات دي بتتغير. يعني في حاجة برضو غريبة حصلت. يعني زمان وانا صغير ما كنتش احب العدس، دلوقتي انا بحب العدس. يعني كل ما بدخل مطعم اطلب شوربة عدس، مع ان ده كان يبقى الكابوس اللي امي عملته فيا. يعني لدرجة ان كان في ايام بحلم بيها ان امي عامله لي عدس. متخيلين؟ مش عارف. رأيكم ايه؟ محتاج اسمع آرائكم في الموضوع.